محدش يتكلم لان انا يعني الصوت مش واصلنا اعتقد يعني. فممكن يكون في عندي مشكلة في السماعات او كده. ف طيب خلاص نبدأ ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله يوم 9 من شهر الله المحرم. تمام. واحنا خدوا بالكم ان احنا بنقول اسمه شهر الله المحرم. ربنا سبحانه وتعالى ما اداش لولا شهر من الشهور اسمه الا الشهر ده. يعني ما فيش حاجه اسمها شهر ربنا اللي هو رمضان، شهر ربنا شعبان، شهر ربنا اللي هو الحج. لا، شهر ربنا سبحانه وتعالى هو شهر الله المحرم، مسماه المحرم لان ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا فيه ان احنا نعمل الذنوب والمعاصي. وقلنا ان كان النبي صلى الله عليه وسلم اكتر شهر بيصومه هو كان شهر الله المحرم اللي احنا فيه ده. عشان كده عندنا ايام صيام كتير قوي اليومين دول، اللي هو النهارده مش عارف حد صايم ولا لا، يا ريت اللي صايم يكتب عشان نشجعه. بكره اللي هيصوم بكره بقى يكتب عشان نشجعه ان شاء الله. تمام. وعندنا بقى بعد كده صيام يوم الاحد والاثنين والثلاث، الثلاث ايام اللي في نص الشهر، وفي عندنا الاثنين والخميس. اللي عايز يصوم الايام دي طبعا يا ريت يبقى له ثواب كتير عند ربنا سبحانه وتعالى، لكن اهم حاجه عندي اللي هو صيام بكره ده لازم 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 نصومه. تمام. سيف ياسين برافو. صايمين ولا هتصوموا بكره ان شاء الله؟ انا الصايم بكره يا مستر. الصوم بكره يا مستر. طيب ما شاء الله. وفي ناس برضو كتبت انها هتصوم بكره، اكيد ان شاء الله باذن الله ربنا يتقبل منا انا ومنكم ان برضه شاء هصوم الله. بكره. طيب. سيدنا موسى، احنا وقفنا ان سيدنا موسى كان هرب من فرعون عشان يروح لفلسطين، ووصل لمكان بير ميه اسمه بير مدين، ماء مدين. وقعد هناك يستريح هناك، وبعد ما قعد بدأ يدعي ربنا سبحانه وتعالى يقول رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أنا فقير ومش لاقي لا آكل ولا أشرب، أعمل إيه؟ وهو قاعد لقى اتنين بنتين صغيرين جايين معاهم غنم علشان عايزين يسقوا ازيك يا جود؟ طيب تمام ان شاء الله باذن الله. احلى حاجه ان انا مش سامع حاجه عشان ما تقطعنيش. طيب. لقى بنتين اتنين صغيرين، البنتين دول معاهم غنم كتير وعايزين يسقوه. فسيدنا موسى راح يحرهم جري، قال لهم ما خطبكما؟ يعني ايه اللي خرجكم من بيوتكم؟ ايه اللي خلاكم تخرجوا تقفوا في وسط رعاة الغنم اللي رايحين يقفوا عند البير؟ انتوا ازاي تسمحوا بالاختلاط ده بالخروج ده في وسط الناس بالطريقة دي؟ تمام. وده نستنتج منه ان المرأة لها شغلها وان الراجل له شغله. ما بقولش خروج المرأة من بيتها غلط، لكن المرأة لها شغلها والراجل له شغله. رعي الغنم ده شغلانة الرجالة مش شغلانة البنات. تمام. فقالوا له احنا ابونا راجل كبير اسمه شعيب، ابونا راجل كبير. تمام. واحنا خارجين علشان نسقي، ومش بنخش نتزاحم في نص الناس، لا احنا بنفضل قاعدين لحد ما الناس اللي بيسقوا الغنم كلهم يخلصوا، وبعد كده احنا نبدأ نسقي بعدهم. تمام. ركزوا علشان هبعت امتحان على الحصة بعد ما نخلص. تمام. ماشي، انا هقرأ اسامي الناس اللي هتصوم كلها بكرة ان شاء الله، ديت بقى اخر حصة. احنا مش بنخش في وسط الناس، احنا بنستنى على ما يخلصوا خالص، وبعد كده نبقى نخش احنا نسقي بعد هم يخلصوا. فسقوا لهما ثم تولى. يعني ده بقى الاخلاق، ده الاحترام والادب. يعني سالهم الغنم بتاعهم، وبعد ما سقى مشي سابهم ومش مش انا عايز الاجره بقى واي خدمه وامسح لك العربيه واللي انتوا عاوزينه واحنا تحت امركم يا باشا والكلام ده كله. لا، هو سقى لهم الغنم وراح واخد بعضه وماشي. انا مش عايز اجر ولا اجره الا من ربنا سبحانه وتعالى. خد بعضه ومشي. تمام. البنتين راحوا قالوا لابوهم حصل معانا كذا كذا كذا، وكان فيه راجل كريم، الراجل ده سألنا الغنم وما خدش مننا اي حاجه وسابنا ومشي. فطبعا الاب بعت بنته وقال لها طيب روحي اندهي لي للراجل ده. فالبنت راحت ندهت لسيدنا موسى، قالت له ابونا عايزك علشان يشكرك على اللي انت عملته معانا.
سيدنا موسى من اخلاقه، تمام، راح قال لها ما ينفعش تمشي قدامي وانا ابقى ماشي وراك عمال ابص لك. تمام. رغم ان هي اللي ناديها له، هي اللي بتقول له تعالى علشان ابويا عايزك. قال لها ما ينفعش تمشي قدامي وانا امشي وراك ابص لك. تمام. وما ينفعش نمشي مع بعض عمالين نتكلم مع بعض وانا ما اعرفكيش ولا انت تعرفيني. الناس تقول عليا ايه وعليك ايه. طب الحل؟ قال لها انا همشي قدامك وانت هتمشي ورايا بمسافه، ولما تعوزيني اخش يمين ارمي لي الطوبه ناحيه اليمين، عايزين اخش شمال ارمي لي الطوبه ناحيه الشمال لحد ما اوصل للمكان. شوفوا خوفه على سمعه البنت وخوفه على غض البصر عامل ازاي. تمام. مش احنا عمالين نقلب في مقاطع الريلز والتيك توك، ولما اجيب موقف فيديو حلو فيديو مش حلو انا عمال اتفرج على اللي يقابلني وخلاص ومش هاممني حاجه؟ لا. فخرج سيدنا موسى مع البنت، وصلت راح قعد لابوها شعيب قال له ده حصل من فرعون كذا وكذا وكذا وعملوا فيا كذا، وفي الاخر كانوا عايزين يقتلوني، وفرعون طلع بيخلي الناس تعبده، وفرعون كافر، وفرعون بيستعبد الناس وبيقتل اولادهم ونسائهم واطفالهم وشيوخهم. فالراجل قال له انت نجوت، انت هنا في ارض الامن والامان، انت ارض فلسطين. تمام. ما تخافش واقعد معايا هنا، وانا عاوز اجوزك واحده من بناتي الاثنين. قال له انا ما معيش فلوس اتجوز. قال له طيب هجوزك واحده من بناتي الاثنين وتشتغل عندي 8 سنين، ولو عاوز تكملهم 10 سنين من عندك يا سيدي. فوافق سيدنا موسى ان هو يتجوز بنت منهم واشتغل عند الراجل 10 سنين. 10 سنين. هنا في ملمح مهم قوي. سيدنا محمد اتسأل، قالوا له موسى اشتغل 8 سنين ولا 10 سنين؟ قال لهم ما اعرفش، هسأل. ما اعرفش دي الكلمة اللي احنا طيب اللي لسه داخل انا هرفع الحلقة على اليوتيوب وبصوا عليه عشان ما نضيعش بس حق الناس عشان وقت اللايف محدود. اي حد دلوقتي لو انا سألت اي حد سؤال مستحيل يقول انا مش عارف، هتفتي. طبيعي، احنا كده كشعب مصري بالذات نحب الفتي موت. تمام. احسن ناس تهبط في اي موضوع. لكن سيدنا محمد لما اتسأل قال ما اعرفش، هسأل اللي كان موجود ايامها مين؟ سيدنا جبريل. فقال هسأل جبريل. فسأل سيدنا محمد سيدنا جبريل كان سيدنا موسى قعد كام سنة؟ قال له ما اعرفش، هسأل اللي كان قعد سيدنا موسى اللي هو ربنا سبحانه وتعالى. فلما سأل ربنا سبحانه وتعالى قال أتم موسى أوفى الأجلين، قعد 10 سنين عند الرجل. وفي الآخر بعد ما قعد 10 سنين، طبعا في ال10 سنين دول اتجوز الست وخلف واشتغل وعمل فلوس. الراجل وهو ماشي سيدنا شعيب ده وهو ماشي سيدنا موسى راجع مصر تاني بقى بعد 10 سنين. طب ليه قعد 10 سنين؟ عشان عقوبة الإعدام بتسقط في مصر في القانون المصري بعد 10 سنين. تمام. يعني لو انا قتلتكم وسافرت بره مصر، تمام، بعد 10 سنين ارجع خلاص العقوبه خلاص. ده في القانون ايامها يعني. تمام. فجاء رجع بعد 10 سنين. الراجل بيقول له كل الغنم العشر الحامل اللي هتولد، اي غنمه فيهم تولد معزه بيضه او خروف ابيض تبقى بتاعتك. سيدنا موسى كان معاه العصايه كده، كل ما يلاقي واحده هتولد يقوم قايل لها ايه؟ كوني بيضاء، كوني بيضاء، كوني بيضاء، تتولد بيضه. كل الغنم الصغير اللي اتولد بمشيئه ربنا جه لونه ابيض. فخد سيدنا موسى الغنم ده وخد زوجته وخد اولاده ورجع الطريق اللي كان مشي من 10 سنين هربان. راجع تاني مصر. وهو راجع تاه في وسط الصحراء. وكان الجو في سيناء برد جدا في الوقت ده، اللي هي المنطقه اللي هي عند دير سانت كاترين دي. منطقه برد جدا. وعايزين يولعوا نار مش لاقيين، عايزين ياكلوا مش عارفين يولعوا نار عشان يطبخوا الاكل. فبص لقى على قمه جبل اللي هو جبل الطور، لقى نار. تمام. كلمه الطور بتترك على الجبل اللي عليه نار.
اي جبل لو ولعنا عليه نار يبقى اسمه الطور، مش ده اسمه جبل الطور كده يعني. تمام. فهو لقى، لا ما نعرفش اسمها ايه، الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالها لناش مش هتفيدنا بحاجه. تمام. فسيدنا موسى قال لاهله خليكوا وانا هطلع فوق الجبل علشان اجيب النار دي، اما الاقي حد هناك يعرفنا الطريق، واما ولع طرف العصايه نار واجي نولع بيه نار. تمام. او اتيكم بجزوه من النار. تمام. طلع فوق قمه الجبل لقى النار ولع لوحدها من غير بني ادمين. طب مين اللي ولع دي؟ طب دي جت هنا ازاي؟ ما يعرفش. جه يحط العصايه علشان يولع النار، يولع طرف العصايه نار، لقى النار بتمشي. يحط العصايه يلاقيها بتمشي، يحط العصايه يلاقيها بتمشي. النار دخلت في شجره زيتون كبيره جدا، وطبعا سيناء مشهوره بان هي ارض الزيتون. النار دخلت في ارض الزيتون او في شجره زيتون، شجره الزيتون الضخمه الكبيره دي قادت نور ابيض. سبحان الله. وهنا ربنا سبحانه وتعالى كلم سيدنا موسى: يا موسى إني أنا الله. سيدنا موسى مع شدة جمال صوت ربنا سبحانه وتعالى إلا إنه أصابه الرعب، ولسه هيجري. ربنا سبحانه وتعالى قال له: أقبل ولا تخف إني لا يخاف لدي المرسلين. أنا ما بخوفش، وما فيش واحد أنا بعته رسول يخاف يا موسى. أقبل ولا تخف. إيه اللي في إيدك دي يا موسى؟ ربنا سيدنا موسى رد على ربنا. كان الرد المفروض يكون إيه؟ إيه اللي في إيدك ده؟ كان الرد المفروض يكون عصا. لكن من جمال صوت ربنا سبحانه وتعالى، وإن شاء الله هنسمعه في الجنة ونكلم ربنا في الجنة، من جمال صوت ربنا ومن جمال كلام ربنا سبحانه وتعالى والحديث ما بينه وما بين سيدنا موسى، سيدنا موسى خايف لحسن الحوار يخلص. قال: هي عصايا. ياء الملكية. طب ما هو عارف ان هي عصاك، طب ما هي في ايدك. اذا الياء دي زيادة في الكلام، والضمير الغائب هي رغم ان هي في ايده زيادة في الكلام. لا ومش كده وبس، يقول له ايه؟ هي عصايا اتوكأ عليها. لا ما شافش ربنا. هي عصايا اتوكأ عليها واهش بها على غنمي، وليا فيها مآرب اخرى وبعمل بها حاجات تانية. مستني ان ربنا يقول له ايه هي الحاجات التانية علشان يفضل يكلم ربنا سبحانه وتعالى. لكن كان رد ربنا خالص غير الاطار اللي كان سيدنا موسى عايز يتكلم فيه. هو عايز يتكلم عن العصاية، هو عاوز يتكلم في اي حاجة. هو من جمال صوت ربنا وعايز يتكلم في اي حاجة. قال له: القها ولا تخف، ارماها من ايدك. فألقاها فإذا هي حية تسعى. أول ما العصاية سابت إيده بقت ثعبان ضخم كبير بيتلوى ماشي قدامه. فإذا هي حية تسعى. فسيدنا موسى اترعب وخاف. قال: خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. هنرجعها تاني نفس شكلها الأول. سيدنا موسى مش كان عايز الكلام ده؟ تمام. فهنرجعها تاني زي ما كانت. سيدنا موسى مد ايده ومسك التعبان اتحول لعصايه. قال له: يا موسى ومش كده وبس. سيدنا موسى كانت ايده بشرتها لونها اسمر. قال له: حط ايدك في جيبك، طلعها، تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، منورة زي النور. طب ما تقول لي يعني، طب ما هيلندا بتنور أبيض؟ ما كانش أيامهم الكلام ده. تمام. تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، معجزة كمان على المعجزة اللي معاك يا موسى. فسيدنا موسى أول ما شاف المعجزتين دول: ليه بقى الكلام ده يا رب؟ قال له: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقل له كلام
يكون كويس، يمكن يخاف من ربنا سبحانه وتعالى، ممكن يرجع لربنا سبحانه وتعالى، ممكن يخاف من ربنا سبحانه وتعالى لعله يتذكر أو يخشى. فاكرين لما سيدنا موسى كان خد الجمرة وكلها؟ تمام. قال له انا لساني يعني مش بعرف اتكلم كويس. تمام. فارسل معي اخي هارون، اشدد به اذري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا، يعني عشان نصلي صلاه الجماعه. يعني سيدنا هارون مش وظيفته ان هو يجي معايا عشان يكلم فرعون، لا انا اكلم فرعون، بس عشان انا عندي لته في الكلام شويه فمش بعرف اتكلم كويس، فيبقى يكون معايا يسند معايا في الكلام. وعلشان نصلي احنا الاثنين، سيدنا شعيب نبي لكن اختلفت الاحوال او الاراء، هل هو اللي كان موجود اصلا سيدنا شعيب ولا لا. تمام. لكن غالبا مش هو، انما ده كان نبي تاني. عدد الانبياء عامه 125 الف نبي. عدد الانبياء 125 الف نبي. تمام. يعني انا عايزه عشان يصلي معايا صلاه الجماعه، عشان يعيني على الذكر. زي ما انا بقول لكم دايما وابعت لكم الرساله، يعني يا جماعه ضيفوا حد صاحبكم على الجروب او ابعتوا عرفوا الناس بالجروب ده او باللقاءات دي علشان الناس تحضر، مش علشان انا عايز الناس تحضر، لا علشان تتشجعوا ان الناس تكون موجوده. فاهمين؟ لما تتفق انت وصاحبك او انت وصاحبتك ان انتوا هتيجوا تحضروا وتتعلموا وتتناقشوا في اللي احنا بنقوله، والقصه ايه اللي استفدتوا منها وايه اللي ما استفدتوش وايه اللي كان حلو وايه اللي عجبني وايه اللي ما عجبنيش، ان احنا نقعد نتكلم في حاجه زي كده، ده حاجه هتفيدنا كويس جدا وهتفيدنا كتير جدا. تمام. عدد اللي ذكروا في القران 25، منهم 18 في سوره الانعام. 25 نبي منهم 18 في سوره الانعام بس، في ايه اسمها وتلك حجتنا، ابقوا اقرأوها. تمام. المهم، سيدنا موسى، الصوت بيقطع، هي بيقطع بالقاف مش بالالف. طيب ماشي. لو في حاجه فاتتك مش ما سمعتهاش كويس قول لي وانا اعيدها لك تاني. فالمهم سيدنا موسى، ربنا سبحانه وتعالى قال له سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكما المرسلين. تمام. يعني انا هبعت معاك اخوك وهيبقى معاك وما فيش اي مشكله. سيدنا موسى نزل راح لفرعون قال له انا رسول من عند رب العالمين. قال له فين رب العالمين ده؟ قال له ربنا في السماء. فسيدنا يعني فرعون من جبروته ومن غبائه قال يا هامان اوقد لي على الطين، ولع لي على الطين عشان يعمل تراب. تمام. الحلقه تنزل على اليوتيوب يبقى شوفها. واعمل لي صرح طويل ناطحة سحاب اطلع لربنا بتاع موسى ده اكلمه، واني لاظنه كاذبا، والله انا حاسس انه كذاب والاله بتاعه ده كذاب، حاشا لله. فطبعا يعني سيدنا موسى مش عارف يرد يقول له ايه. قال له طيب ربنا ده عمل ايه يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء ثم هدى. اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الفرق بين النبي والرسول ده موضوع طويل وممكن انت ما تفهموش، فبلاش دلوقتي يعني، مش لازم، خلينا في يا القصه بتاعتنا مستر. دلوقتي. فقال ربنا الذي اعطى كل شيء ثم هدى. قال له طب اللي كانوا قبلنا ابائنا واجدادنا راحوا فين؟ فسيدنا موسى حس ان فرعون عاوز يهرب من الكلام. قال له فما بال القرون الاولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب. انا مالي ومال اللي كان قبل كده، ما تخليني في اللي انا فيه دلوقتي. انا مالي ومال القرون اللي كانت قبل كده، انا جاي اكلمك ان انا جاي ادعوك انت وبني اسرائيل واهل مصر ان انتوا تتركوا عباده الاصنام وتعبدوا الله سبحانه وتعالى واحد الاحد. انا مالي ومال جاي تكلمني اجدادي راحوا فين وابائي راحوا فين والقرون الاولى وقوم نوح وقوم ادم، انا مالي ومال الكلام ده، ما تخلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. ففرعون حس ان هو مش هيقدر يسد ما بينه وما بين سيدنا موسى. قال له لا 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 لا، انت ساحر والعصايه وايدك ده سحر. انا اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى. الناس كلها تتفرج على اللي هيحصل فيك عشان تبقى فضحتك يا موسى،
بجلاجل قدام الناس كلها. فقال له موعدنا يوم الزينة، اللي هو يوم شم النسيم اللي المصريين كانوا بيحتفلوا بيه. قال موعدنا يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، يعني الصبح بدري الساعة 8 كده، الساعة 6 8 الصبح كده نتجمع كلنا، وكل واحد يقول اللي عنده قدام الناس، والناس تحكم مين اللي على حق ومين اللي على باطل يا فرعون. تمام. فقال موعدنا يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، فوافق. فجمع الناس السبع. لميقات يوم معلوم. تمام. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فرعون جمع لسيدنا موسى كام ساحر؟ تخيلوا، 10,000 ساحر، كل واحد جاي بلعبة سحرية وخفة إيد معينة. مستر انا 10,000 مش ساحر فاهم. قصاد سيدنا موسى، بيتحدوا سيدنا موسى. فقالوا له يا موسى ترمي انت ولا نرمي احنا الاول؟ يعني تجيب السحر اللي عندك الاول ولا نجيب احنا الاول؟ فقال القوا، فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. يعني سيدنا موسى ذات نفسه انخدع بيهم وحس ان السحر، ان العصيان والحاجات والخراطيم اللي رموها سحالي وتعابين بتمشي. سيدنا موسى خاف. ربنا سبحانه وتعالى قال ألقها ولا تخف. تخاف من ايه؟ ارمي العصاية بتاعتك. فلما سيدنا موسى رمى العصاية اتحولت تعبان كبرى ضخمة، تمام، الى الاناكوندا الضخمة، وراحت بلعة واكلة العصيان والحاجات بتاعتهم. كلت كل التعابين والحاجة بتاعتهم. اكتر ناس يعرفهم ان اللي حصل ده مش سحر هم السحرة. اكتر ناس يعرفهم الفرق ما بين الفلوس المزورة والفلوس الحقيقية بتوع البنك اللي شغالين في عد الفلوس طول النهار. اكتر ناس تعرف ان اللاعب ده لعيب كويس قوي ولا مش لعيب الناس اللي قاعده بتحلل كوره. اكتر ناس يعرفوا ان ده سحر ولا مش سحر هم السحرة. تمام. السحرة ذات نفسهم اول ما شافوا اللي حصل ده قالوا لا لا لا، ده مش سحر، ده مش سحر، ده من عند ربنا سبحانه وتعالى، ده مش طبيعي. اول ما شافوا كده راح كل السحرة ساجدين لسيدنا موسى، قالوا آمنا برب هارون وموسى. فرعون ما سابتهوش الحتة الفرعونية التكبر بتاعه، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ انتوا امنتوا له قبل ما انا اذن لكم؟ انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. انا هعرفكم ازاي تعملوا حاجه زي كده. لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف، يعني الايد اليمين مع الرجل الشمال او الايد الشمال مع الرجل اليمين، واسيبكم كلكم معوقين كده. ده مين؟ ده السحرة اللي هم اصلا اللي مع فرعون. تمام. وهشوف انا هعمل فيكم ايه. طبعا اللي عنده اي سؤال يا جماعه يكتبه وانا هرد عليه على الشات، مش هينفع في وقت الحصه. اللي عنده اي سؤال سواء له متعلق بالموضوع او مش متعلق يكتبه. تمام. فطبعا ايه الكبر بتاعك ده؟ ما هو بيتعامل معانا على انه اله بقى. تمام. انتوا ازاي تؤمنوا له قبل ما انا اذن لكم ان انتوا تؤمنوا له؟ لسه 5 دقايق والميتنج هيقفل. تمام. طيب طبعا اول ما عمل يعني عذبهم عذاب شديد جدا. وسيدنا موسى قال لهم خلوا بيوتكم قريبة من بعضها علشان لو جه وقت الخروج من مصر والهروب من فرعون ومن ظلم فرعون نخرج كلنا مع بعض. فاجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. تمام. فأول ما سيدنا موسى ربنا أذن له إن هو يخرج من مصر هو وبني إسرائيل، خدوا البتاع، خد بني إسرائيل وهرب. وصل لما للبحر الأحمر وفرعون عمال بيجري وراهم. ربنا سبحانه وتعالى قال فأتبعهم فرعون بغيا وعدوا. بغيا يعني ايه؟ بغيا يعني زيادة في الظلم. اولا هو سيدنا موسى
واخد بني اسرائيل وبيهرب بره مصر. طب ما انت يا فرعون هدفك الاساسي ان هو يهرب بره مصر وانك تخرج بني اسرائيل بره مصر. طب ما هو كده فعلا بيخرج بره مصر، انت خارج وراه تموته ليه؟ انت خارج تقتلهم ليه؟ طب ما هم خرجوا بره مصر وهيكفوا خيرهم شرهم وخلاص ويريحوك يا سيدي، انت خارج وراهم ليه؟ لكن زياده في الجبروت وزياده في الظلم. تمام. ربنا سبحانه وتعالى خرج ليه سيدنا موسى خرج ببني إسرائيل وفرعون بيجري وراهم، لقى البحر قدامه وفرعون وراه، فقالوا له إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. إن معي ربي سيهدين. ربنا سبحانه وتعالى قال له اضرب البحر، فضرب البحر، البحر انفلق نصين كبار. ربنا سبحانه وتعالى خلى سيدنا موسى وبني إسرائيل يعدوا من البحر للناحية التانية. أما فرعون لما جه يعدى بعد ما سيدنا موسى وبني إسرائيل عدوا، جم يعدوا بعدهم، البحر رجع تاني. فلما رجع تاني غرق فرعون. الغريب فرعون وهو بيموت قعد يستنجد بسيدنا موسى ويقول يا موسى يا موسى أنجدني يا موسى، وسيدنا موسى ما عبروش. ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى يا موسى لقد استنجد بك فرعون 70 مرة ولم تنجده، وعزتي وجلالي واعتلائي فوق خلقي لو استعان بي مرة لنجيته. إذا كان مستر. ده اللي قال للناس أنا ربكم الأعلى، فما بالك باللي بيقول لربنا كل يوم 5 مرات سبحان ربي الأعلى. في اليوم ده ربنا سبحانه وتعالى نجى سيدنا موسى من فرعون ومن ظلم فرعون. في اليوم ده اللي هو يوم بكرة بقى إن شاء الله، وده اليوم اللي احنا هنصومه احتفالا بنجاة سيدنا موسى ونجاة المؤمنين بسيدنا من فرعون، ونجاة يا مستر سيدنا موسى من فرعون. فده يوم صيامه بيكفر ذنوب السنة اللي فاتت كلها، اوعى تفرط فيه. تمام. هي دي القصه. طبعا القصه فيها احداث كتير، احنا يعني ايه حاولنا ان احنا يعني نسرعها. تمام. احمد رمضان ولارا الناس اللي قالت ان هي هتصوم ان شاء الله. احمد وانا كمان يا رمضان مستر بصوم ولارا مستر ومين الحصة كمان؟ الجاية. عايزين نقول كل اسماء الناس. تمام. ومريم محمد، وفي حد مش مكتب اسمه. تمام. وسارة حسام وعزت وفريدة، فريدة مصطفى. تمام. نجاوب على معظم شوية أسئلة كده بسرعة قبل ما الميتنج يقفل، وخلاص هيقفل دلوقتي. سيدنا موسى مش انا كمان تمام، يا احنا جاوبنا مستر على ده. هصوم بكره. عدد اللي ذكر في القرآن قلنا بس انا 25 هصوم نبي. بكره. اللي ذكروا في القرآن 25 نبي، منهم انا هصوم بكره 18 يا في سورة مستر. الأنعام بس. تمام. انا كمان يا احفظ مستر. اسمع الحلقة كلها من أولها على البداية. تمام. آه، تعرف هو رسم لا انا ما قلتش ان انت هتيجي المدرسه ولا حاجه يا راني. القصه الثانيه هقول لكم على الجروب. العصايه بقت تعبان. اه. هقول لكم الحصه الجايه عن مين، عن الجروب ان شاء الله. سيدنا موسى كان بيكلم ربنا وهو عند فرعون عن طريق الوحي، عن طريق سيدنا جبريل. لا ما مش لسه حدش بيسمع الكلام ربنا غير غير النبي اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكلمه بس، او النبي اللي سيدنا جبريل بيكلمه بس. ليه سيدنا موسى ما انقذوش؟ عشان يريح البشريه من شره، لانه كان راجل ظالم. وسيدنا الحصة جبريل الجاية امتى يا كان مستر؟ بيقول لسيدنا محمد ما كرهت احد مثل كرهي لفرعون، ولو رايتني يا محمد وانا اخذ من طين وتراب الارض واضع في فم موسى، في فم فرعون، حتى لا يستغفر الله فيغفر الله له. يعني سيدنا موسى سيدنا جبريل بيقول له يا محمد ما كرهت احد مثل كرهي لفرعون. تمام. ايمان محمد وملك
وعمر وإيمان محمد ودينا. لا مش ممكن تصوم يا دينا، انت هتصوم ان شاء الله بإذن الله. رانيا كمان قالت هتصوم، تمام. ومروان هتصوم، وفاطمة هتصوم، تمام. الآية 83 في سورة الأنعام. جوري هتصوم، تمام تمام تمام. أحمد وسدين، ازيك يا أحمد، دول من المنصورة. ازيك يا أحمد، ازيك يا سدين. عمر، طيب تمام خلاص كده. حصة النهارده خلصت. إن شاء الله الحصة الجاية تبقى يوم الثلاث، تمام، عشان في ناس كتير كان عندها تمرين يوم الاثنين. فالحصة الجاية بإذن الله تبقى يوم الثلاث. شكرا والسلام.